السلام عليكم ومرحبا بكم. أهلا أحبائي حبيباتي، نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيتكم بالوصفة تاع لي طرونج أو سيترون، وصفة هايلة وجد اقتصادية. تعرفوا كيفاه البنة تاعها ولا أروع. راني ناكلو نشكر، قالك حوحوش يشكر روحو، بصح صح صح والله غربنينة واقتصادية. بالكم بالقرص ولا كريم شونتيي كي تلاقاو ولا فاني، واش نقول لكم، روعة روعة روعة. شوفوا راني ناكل فيها، شاهدكم في الجنة حبيباتي، وسمحوا لي توحموا وان شاء الله كي تشوفوها لازم تجربوها وفرحوا بها وليداتكم وأزواجكم، وخصوصا رمضان على الأبواب، وديروها سهراتكم مع عصائر. الله الله عليه. ودوكا انا مكانش لي ماوش يدير في العصير. هنا هذا هو المول الأسطوري اللي راهو توندونس. والمقادير جد اقتصادي كما راكم شايفين: ربع كاس زيت، ربع كاس حليب دافي، ربع كاس سكر، بيضة بحارة المطبخ، باكيت الخميرة، زسها القارص ولافاني وفارينة. نروحوا للمقادير للتحضير ونعاود لكم المقادير. هنا في الغيسيبيون فصلت الصفار على البياض، اكيد بحارة المطبخ. باه تنجح لكم الوصفة اجبدوه من قبل باه تحضروا به الوصفة من وصفاتكم اللي راكم ديروها. لهنا نضيف معها قرصة تاع الملح. الملح يحسن الذوق، هكذا ديري غير قرصة برك ما تكثروش. ودوكا نحكمها بالباتور. هكذا غطيت لكم ماكش تشوفوا مليح، نبدل يديا باه تشوفوني كيف راني نخدم. هكذا دوكا يبان الفيديو مليح. نضيف السكر تاعي اللي هو ربع كاس. دوك هذه المقادير كامل نكتبها في صندوق الوصف. هكذا تجيكم الوصفة ناجحة 100%. نضيف الصفار البيضة تاعي اللي كنت سيباريتو. نكمل باقي المقادير. نضيف لافاني، انا درت قيس مغرفة قهوة او بالميزان 10 غرامات. لوزاس تاع القارص انا درت حبة ما بين الاصفر والاخضر، هذيك تاع حبة القارص. نضيف الزيت اللي قلت لكم ربع كاس، وفي الاخير نضيف الحليب بحارة المطبخ، يكون دافي ماشي سخون. ربع ربع ربع. هذا البسكوي اللي درتو راهو رباعي، يعني اي بيت يكون عنده غير بيضة فريدة ونشهات حاجة حلوة. جبت لكم هذا الوصفة اللي راهي سهلة ومهلة. هنا درت باكيت الخميرة او 10 غرامات وكاس تاع الفرينة. هاكو شفتوا الكاس اللي راني ندير به. دوكا بلا سباتشيل ولا بالباتور ولا بالمغرفة وخلطي باه يخش الفرينة في الخليط الاول. هكذا خلطي 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 نتاعي، يخش كل الفرينة في الخليط. واحد الريحة ضاربة تاع لافاني والقارص، تعرفوا جربوها جربوها تشوفوا تشموا الريحة كيما راني نشم فيها انايا، هايلة. هكذا خلط كامل. شوفوا كيفاه جا، ما جاش ثقيل وما جاش خفيف، جا مليح برك. هذا هو البسكوي تاع لي طرونش، ويعطيكم كمية مليحة الله يبارك. يعود عنده 8 من الناس تاكلي وتوكليه. هكذا دهنته بالزبدة ودهنت رشيت الفرينة كامل فيه. على بالكم بلي راهو ثقيل، انا نهضركم بصراحة ما ندركش عليكم، يطيب لكم من تحت يبقى ابيض. حطوه نحيوه هكذا بالموس على الحواشي وقلبوه بالعقل، ورجعوه شعلوا من فوق ما الفور وخليه يحمر لكم شويه. هذا ما كان ترجعوه للفور، عفوا ترجعوه للمول. كي تقلبوه هكذا نحيوه ديو في بلاطو واللي ورجعوه يجي الكاع من تحت باه يبقى طري، ما يبسلكمش ما يجيكمش يابس.
هذه نصيحة من نصايحي، أنا ما نخبي عليكم والو. لهنا درت فوق ربع عصير تاع القرص، وزدت كملت قدو الماء وخليت قيس ربع كاس. هاكم شايفينه مش معمر. نضيف السكر، كل واحد والذوق تاعو، انا درت زوج، وكي ذقت كي خلطت وذقت جاني حامض ضفت السكر. بالكم الحلاوه مع الحماضه تجي روعه. كذلك درت مغرفه لا مايزينا، مغرفه مليحه، ماشي بومبي فوق اللازم وماشي رازي، مليحه برك. هنا كي خلطت وشفتو جايباه هكذا موش اصفر، راني ضفتلو الكولورون بودر. ما درتش لا باتاغون، درت عندي الصبغه الصفراء درتها خاطر معها وجه تاع قارص، يعني فيه الطعم تاع القارص. هاهو شوفوا لا كولور تاع القارص. دوكا نخليه بجيه يبرد، نروحو لا شونتيي. هاهو كاس غربه لا شونتيي، وهاد لا شونتيي لا مارك بلونش نيج، انا ما نبدلهاش بحتى نوع تاع بلونش تاع لا شونتيي. كذلك درت نص كاس حليب بارد. على بالي خرجوا بزاف لي مارك تاع لا كريم شونتيي، بصح على كي ترونجيني حاجه بنوعيه وتبقى ديما مليحه ما نبدلهاش، وكل واحد ورأيه. هذه هي. دوك ندير بلا فيتاس 1، نضرب باه يخش لا شونتيي في الحليب، باه نقدر نزيد الفيتاس للباتور هكذا ما يطلعش الغبره وما يجيش مطشطش البول تاعي. دوك كي شفتها ثقيله ضفت لها العصير تاع حبه قارص. راني نضيف بالكميه باه نشوف ما نتخدعش ونشوف هكذاك. والله العظيم هاد لا شونتيي ما شاء الله روعه، يعني ثقيله بالبزاف. شوف راكم شايفين كيف راني نحرك بالباتور وهي راهي ثقيله. هكذا نستمر ونضرب جيدا. وعلاه حابه ضفت القرص، قلت البسكوي فيه لوزاز تاع القرص ولا كريم او سيترون، ونزيد لا كريم شونتيي نزيد لها الطعم تاع القرص باه كي تاكلوها تستبنوها تحسوا بالبنه ذيك، ماشي بالحلاوه بالبنه. انا نحب الحاجه كي ناكلها نحسها بنينه خير من نحسها يعني حلوه، ولا سوا المالح ولا الحلو، لازم نحب البنه فيها. درك في الكيس حلواني ندير لا كريم شونتيي تاعنا باه ندير المونطاج على نظافه. هكذا دوكا نجيب البسكويت تاعي، هنا بعد ما برد دركا نقلبو. على بالكم هذو المول هذا اللي قاع تاعهم ثقيل، سي بور سا ما يحمرش تسويت من تحت. هاهو بعد ما حمرت، كي حمرتها قلبتها في المول كالعاده باه شويه يبقى طري ما يبش. بالكم كنت خليوها هكذا ما تغطيوهاش تقلبوهاش في المول تولي يابسه وما تجيكمش الوصفه مليحه. راني نعطيكم كل اسراري واش درت لها وكيف كملتها. دركا درت السيرو، درت نص غرفيه هاهي لاني هزتها في يديا، درت شويه ماء وحبه قارص والسكر وخليتها غلات. وكي غلات برك هزت الغليه طفيت عليها الكاز يعني قيس ما ذابلي السكر وخليتها بردت. دوكا بالبانسو هذا تاع السيليكون ننبيبي شويه شويه هكا، يعني ما نشمخهاش كامل، مش راح نديرها بابا، راح نديرها طرونش نقدر نهزو ونقدر ناكلو عادي. هذه هي خاطر ماه راكم شايفين مازالها دو كريم، سي بوغ سا حبيت ننبيبي برك هذا مكان.
تبعوا طريقتي حبيباتي وراح تنجحوا فيها ان شاء الله، وكل خطره تلقاو رواحكم تعاودوها، خصوصا قرب رمضان، وديروها سهراتكم مع عصير. دوكا ما كانش دار ما دارتش عصير تاع تشينا وعصير تاع القارص المركز، يعني هذه مع جو تاع او سيترون ولا جو تاع تشينا، الله الله عليه، ولا الموخيطو، بالصحة والراحة. كل خطرة نجيب لكم وصفة من وصفاتي، مرات المالحين الحلوين العجائن، وان شاء الله تكونوا جربتوا وصفة من وصفاتي، يعني ديروهم وعينكم غمضين. دخلوا بناتكم للمطبخ واعطيوا لهم هاد الحوايج هادو الساهلين، يخدموا يدخسوا وينجحوا فيهم، وعودوا والفوا كل مرة يديروا حاجة سيرتو كي الحاجة تنجح لهم. وانا مع البنات اللي جامي يدخلوا المطبخ يتعلموا ويديروا ان شاء الله. وحبيت المره الجايه ان شاء الله نلبي وحده طلبت مني ندير الكسره، ونديرها لها ان شاء الله ونحطها لها وديرها وتحمر وجهها. على بالكم رمضان كثير رجال والرجال يحبوا الكسره مع الشربه، وانا لبيت الرغبه، اكيد نديرها لكم ان شاء الله. قولوا لي واش حبيتوا في الكومنتار وانا ندير لكم. وما تنسونيش كما انا مش نسيتكم كومنتار شباب، كذلك ديروا دق الجرس، ديروا جيم بصبعكم برك تضغطوا عليها برك، وابوني، كل مره يخرج لكم الوصفه اللي نحطها تخرج لكم وتشوفوها وتفرحوا وتجربوها. شوفوا كيفاه ليسيت لا شونتيي تاعي. دوكا نحي البسكويت تاعي، خلاص نحي المول كذا خيرو. دوكا نكمل الباقي التزيين. واول حاجه اللي نقطعهم قبل دي مورسو هكذا، قطعوا بعقلكم ما تقلقوش. ديري الموسيجيه طول يحضر تحت، يعني راهو طري ماهوش يابس. وما خفيتش عليكم حتى مرسو تاع فيديو، يعني راني نمشي الفيديو يمشي وانا عين نهدر وكامل، يعني كل اسرار اللي درتها كامل هاي امامكم. هكذا بعد ما قطعت نديرها في لابوش واحده اخرى، نديرها المول اللي ندير به لي غوزاس صغيره خلاص، درت من الرقيق خلاص، وراح ندير لي غوزاس. كل واحد واش حاب تزينو، كان تحبوا تخليوها هكذا، تحبوا ديروا ورده في النص ولا في الحاشيه، نتوما ما حبيتو. انا حبيت نشكل لي طرونش تاوعي باه يبان كيما تاع لا باتيسري. وخدمة الدار مليحة ونظيفة، وكنت حسبوا يعني مصاريفها ما تجيبش مام با يعني 20,000 مام با. كي تعود عندك لا شونتي في الدار، البيضة كاينة أكيد، الفريجيدار لازم تكون فيها البيض، السكر لازم هاو كاين دايما في الدار، الحليب، الزيت، هادو كامل كاينين في الدار، غير لا شونتي تشريوها. والفرينة ثاني كاينة في الدار، وتنوض ديريها وتفرحي بها وليداتك وزوجك، وتفرحي بها نفسك كذلك. كولي واستمتعي، ليه غير تخدمي برك خدمة وقال لك واش نقولها المثل ولا غراه لي. هكذا عمرت هذو لي غوزاج، شوفوا كيفاه جاو هايلين. دوك ندير كريم وسيترون كيما هذه، درت الحبه الاولى درتها في لابوش باش تجي خدمه نظيفه وتجي سهله، وما يجيكش هذاك التبجغيط هذاك، بالعقل بالعقل. ولا كريم تكون بردت ما تكونش سخونه، بعد غادي تسهلك تهزي لابوش ما تتحرقيش.
ها هي طريقة سهلة جدا. نتمنى تعاودوها وتذوقوها وتشوفوها كيفاه جات. يعني وصفة هايلة بنينة بالبزاف. وانا ديما مع البنات ومع الاقتصادي سيرتو رمضان، لبالكم فيه مصاريف بزاف. ربي يكون في العون الزوج والام اللي تتحير واش دير واش تلم واش تحط. وهذه الحاجه هذه تنحي لكم الحيرات، قد يديروها كما قلت لكم، سيرتو ولا جاوكم ضيوف الغفله تقدروا ديروها. شاهدكم في الجنة، ومع السلامة حبيباتي في فيديو آخر.